نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه، هدى ورحمة للعالمين أرسله للعالم بشيرا ونذيرا، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فهذه الأرض التي نعيش عليها قد ألمح إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنها أرض مشمولة بالبركة، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال المفسرون: هذه البركة حول المسجد الأقصى تشمل بلاد الشام، ونحن في لب بلاد الشام، فأرضنا هذه أرض مباركة كما نفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن تربة هذه الأرض قد رواها الصحابة الكرام بدمائهم رضي الله تعالى عنهم، وحوت أجسادهم الطاهرة الشريفة. أرض تذكر بالبركة وتروى بدماء الشهداء، كيف لا يحبها الإنسان؟ ناهيك عن أن حب الوطن فطرة في الإنسان، فالإنسان لا يحتاج إلى من يذكره بحبه لوطنه. كلنا إذا غادرنا البلد واتجهنا إلى بلد أخرى نزور، لا نستطيع إلا أن نتذكر الأيام والليالي والأشخاص الذين قضينا أعمارنا معهم، ونشعر بالحنين إلى هذه البلد التي نعيش فيها. ربما يكون الإنسان في لحظة من اللحظات متضايق من وضعه في البلد، لكن ما إن يخرج خارج البلد يشعر بالحنين الكبير لأرضه ولوطنه، ويسعى جاهدا ليعود مرة أخرى ليرى أهله وأحبابه وأصحابه، ليعيد ذكرياته في بلاده. هذه فطرة في الإنسان، ليس فقط المسلم وغير المسلم، كل إنسان يحب أرضه ويحب وطنه ويحب أهله ويحب جيرانه وأصدقائه. فطرة فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها، فلسنا بحاجة أن نذكركم أننا من فطرتنا أن نحب أوطاننا. ليس هذا هو المشكلة. المشكلة كيف نعبر التعبير الصحيح عن حبنا لبلادنا. نعم، قلنا الكل يستوي في المحبة، مسلم وغير مسلم، لكن كيف يعبر الإنسان عن هذا الحب لهذا البلد؟ التعبير عن هذا الحب أيها الإخوة له أشكال كثيرة وصور عديدة، ألخص بعضها. الأمر الأول أن نحافظ على أمنه وأمانه، فأي بلد إذا فقدت هذا العنصر وهو الأمن والأمان انهار، وعاد يسمى في علم السياسة الدولة الفاشلة. دولة لا تملك مقومات النهوض، لا تحافظ على أرواح الشعب، لا تحافظ على أمواله، لا تحافظ على دوره، لا تحافظ على عرضه، لا يستطيع الإنسان أن يمارس حياته الطبيعية فيها، فتصبح هذه الدولة دولة فاشلة في طريقها إلى الانهيار. يصبح التناحر والتلاحم والاحتراب بين الأفراد هو الأصل الذي تبنى عليه العلاقات، بدل أن تكون هي علاقة المحبة والود والجوار، لا، على العكس تماما، علاقة الاقتتال. يصبح الوطن نهبا،
كل إنسان يحاول أن يغتنم منه غنيمة من ماله، من مناصبه، من مراكزه. ونحن إذا نظرنا في الدول المجاورة التي أصابها هذا الداء سائلين الله لهم الشفاء العاجل، سنجد عندهم هذا الشيء. انقسموا طوائف، وكل طائفة تحاول أن تغتنم أكبر قدر ممكن من هذا الوطن، وكأن الوطن فريسة وأصبحوا الكل ينهش فيها. بدل أن نعمل جميعا على رفعته نعمل على تقسيمه وتحطيمه. لذلك مسألة الأمن والأمان خط أحمر ينبغي أن نحافظ جميعا عليه بأرواحنا وأموالنا وفكرنا وعقلنا، وألا نتستر حتى على الذين يحاولون أن يزعزعوا أمن البلاد والعباد. لا يكفي أن تكون أنت في نفسك فقط إنسانا صالحا لا تمارس هتك هذا الأمان والأمن في البلاد، لا يكفي، بل يجب أن نكون متعاونين على حفظ الأمن في هذا البلد. جميعا نتعاون وأن لا نتستر عن أي معلومة ممكن أن تخل بأمن البلاد والعباد. هذه النقطة الأولى، وهي نقطة ضرورية لأنها تتعلق بكيان الدولة ككل، تتعلق بأرواح الناس، بأموالهم، بأعراضهم. الأمر الثاني أيها الإخوة أن نحافظ على موارد البلاد. نحن عندنا إهمال شديد في العالم الإسلامي والعالم الثالث بقضية الموارد. نحن نتلف الموارد، نحن نحارب مواردنا الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في بلادنا. نحن نقضي على هذه البيئة بأيدينا وبأنفسنا. أعطيكم أمثلة. عندما ينزل ماء المطر، وتعلمون كم دعونا الله سبحانه وتعالى وطلبنا منه الغيث، فنزل هذا الغيث، كثير من الناس بدأ يحول المزاريب باتجاه الصرف الصحي. ما هذا الفعل أيها الإخوة؟ نحن نحتاج إلى قطرة ماء واحدة نتركها للصرف الصحي. هذه نعمة الله نجعلها في المجاري، في القاذورات. هذا أمر أول. الأمر الثاني، هذا الفعل أيضا يسبب تدمير للبنية التحتية للصرف الصحي. الصرف الصحي له قدرة معينة على الاستيعاب، فأنت عندما تضخ وأنا أضخ والكل يضخ ستنفجر هذه الأنابيب وستفيض المجاري في كل مكان، فبدل أن نرى الشوارع نظيفة سنرى القاذورات في الشوارع. يعني هذا تصرف من فرد وفرد وفرد وفرد، لكن من خلال الجمهور يشير إلى عدم الاكتراث بالعواقب التي يفعلها الإنسان، كأنه الإنسان مش منتمي لهذا البلد ومش سائل، المهم أنه أنا أخلص حالي. بدل ما أحفر بير أنزل فيه مية المطر وأحتفظ فيها وتشكل مياه لي وعائد ومياه جوفية حتى، يعني اتركها يا أخي على الأرض تصبح مياه جوفية يمكن في يوم من الأيام أن يستغلها الإنسان، لكن أن تجعلها في المجاري فهذا فعل يعني كفران لنعمة الله سبحانه وتعالى. لا يشير إنه أن هذا الإنسان يحب وطنه. الإنسان الذي يسرق في الماء والكهرباء ويجعل الأحمال الكبيرة، خلاص مدام سرق بشغل 5 كونديشنات في البيت، ما هو مش سائل مش دافع، فتنقطع الكهرباء بسبب الأحمال الزائدة عن الآخرين. هذا إنسان يحب وطنه، هذا إنسان ينتمي لهذا البلد. الإنسان الذي يرمي القاذورات في الشوارع، هو ماشي برمي الوساخ، وهذا المسجد شاهد، يعني إحنا مش ملاحقين لم وسخ من على الزريعة الموجودة. إحنا بنحط الزريعة مشان ترتاح نظرك، مشان ترتاح نفسيتك لما تشوف العرق الأخضر اللي بيسبح ربنا سبحانه وتعالى. مش عبث زرعنا الرصيف، ما كان فيه زريعة، نحن زرعناه في المسجد من أجل أن ترتاح أنظار المصلين ونفسية المصلين لما يجي على المسجد. بتروح حضرتك بترمي لي علبة بيبسي ولا علبة عصير ولا سجاير أو محارم حتى في هذه الأماكن المخصصة للزراعة، بدل ما تشيلها قاعدة توسخ. هل هذا إنسان ينتمي لوطنه ويحب وطنه؟ أي عقل هذا أيها الإخوة؟ بعض الدعاة قال خرجت إلى بلاد الغرب فسقط مني محرمة، شريطة فاين، قال فجاءني رجل قال لي أرجوك لا توسخ بلدي، شيل هذه المحرمة ارفعها كما وضعتها. شوف حب الوطن، لا توسخ بلدي، خليها نظيفة. لو كان عندنا هذا الشعور أيها الإخوة، نعم نحن نحب وطننا بشكل صحيح. ما الذي ينقصنا؟ عندما يصبح الإنسان فضاحا لوطنه، هل هذا إنسان يحب الوطن؟ كل البلاد أيها الإخوة، كل البلاد المتقدمة والمتخلفة والوسطى فيها مشاكل وفيها عيوب وفيها خروق وفيها مشكلات، كل بلاد، لا يوجد بلد يخلو. لكن فرق بين من يعمل لإصلاح مشكلة وبين من يقوم بفضح المشكلة. حتى تتصور المسألة أكثر،
أنت في بيتك بصير مشاكل بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أمك أبوك، ما الذي تفعله؟ الإنسان العاقل عندما يجد المشكلة يحل المشكلة، ينهي المشكلة. هذا إنسان عاقل بستر وستيرة من غير ما يطلع صوته، هذا إشارة إنه صاحب عقل. الإنسان غير العاقل بيرفع صوته وبيفضح وبصير كل الحارة تعرف إنه اليوم صار في مشكلة في بيت أبو فلان. أيهما صواب، العاقل أم غير العاقل؟ هذا البلد الذي نعيش فيه هو بيتنا الكبير الذي يحوينا جميعا ويؤوينا جميعا. في مشاكل أكيد كسائر البلدان، لكن ما الحل؟ أن نفضح أنفسنا أم أن نعمل على حل المشكلات وألا نكون جزء من المشكلات؟ هو كبيتك، كما تحرص على البيت احرص على هذا الوطن لأنه هو البيت الكبير. سلوك آخر، بعض الناس يشتم، يلعن أبو هيك بلد، يلعن أبو، ممكن يكون تصرف فردي من إنسان تجاهه، جاره ضايقه بصير يلعن أبو هالبلد، أبو زعله يلعن أبو هالبلد. طب شو دخل البلد؟ هذه البلد أكلت فيها وشربت من مائها وتنفست هواءها وعشت من خيراتها، طب يلعن أبوها ليش؟ فلان زعلك، طب شو دخل البلد؟ إذا تأملت البلد كالأم، أمك بتربيك، بترضعك، بتعلمك، بتكبرك. طب زعلتك يوم، وممكن كنا أمهاتنا ممكن يزعلونا، بصير أقول الله يلعن أبو أمي؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا رد الجميل؟ يعني ما بيطلع لها تزعلك مرة، وإن زعلتني مرة بصير أسب عليها. وكذلك الأوطان، هذا الوطن هو حضن كبير كحضن الأم، لما يزعلني مرة يا سيدي وجار علي مرة، شو يعني أسب البلد؟ هذا تصرف غير عقلاني. الإنسان العاقل أيها الإخوة أينما وجد الخلل يعمل على إصلاح الخلل. من ضمن الصور التي تشير إلى محبة الإنسان لوطنه أنه يبادر فعلا لإصلاح الخلل، ليس فقط بالكلام والفكر، حتى بالمال. حتى بالمال، عندما أجد نقصا معينا في مكان أبادر بسد هذا النقص. مدرسة ما فيهاش دفاي، أنا ممكن بصور وبنزل على الفيسبوك أولادنا بلا تدفئة، يا تربية يا وزارة يا عالم. طب وشو استفدنا؟ التربية بتقول لك أنا ما عنديش مخصصات. طب أهل هذه المدرسة لو كل واحد دفع له دينار، أقل صف في 50 يا أخوان، أقل صف في 50، لو كل واحد دفع دينار بيجيبوا تدفئة وبتدفوا. طب ليش ما نساهم؟ بقول لك أنا بدي أصرف على الحكومة. طيب خلينا نشوف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتين: فليعد من كان له فضل مال على من لا فضل له. اللي عنده شوي زيادة يعطي اللي إيش؟ اللي ما عندوش. عندك لقمة زيادة أعطي اللي ما عندوش، عندك دفاية زيادة أعطي اللي ما عندوش، عندك ركوبة زيادة أعطي اللي ما عندوش. فليعد من كان له فضل مال، يعني زيادة، على من لا فضل له. ما قالش هاي مسؤولية الحكومة وهاي مسؤوليتي أنا كقائد للوطن، لا، الأفراد ينبغي أن يتكافل بعضهم مع بعض. نتفقد أحوالنا، جاري فقير، يعني أنا بدي أستنى حتى يموت أو تتذكروا الحكومة أو لا، أبادر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هاي مسؤولية فردية، هنالك مسؤوليات. إن أقامت الدولة عنا الحمل وشالته جزاها الله خيرا، إن لم تستطع فأين دورك أنت كمسلم؟ تشعر بأخيك المسلم وتشعر بجارك وتشعر بقريبك وتشعر بأبناء وطنك. وين دورك؟ كيف نتخلى عن أدوارنا؟ أكثر من ذلك أيها الإخوة، ليس فقط مع أبناء الوطن، حتى مع ضيوفنا من اللاجئين والمهجرين من بيوتهم. أنتظر الدولة حتى تعملهم مخيمات وتكسيهم وتعطيهم فلوس؟ هؤلاء مسلمون، إخواننا، أولاد عمومتنا، أقربائنا وأنسبائنا، ابتليوا في بلادهم وجاءوا إلى أرضنا. ما الذي يفعل بعض الناس؟ والله قاسمونا برزاقنا وغليت الإيجارات. يا سيدي وتغلى الإيجارات، الحمد لله هم مش لاقين دور، هم مش لاقين في بلادهم أمن، هم مش لاقين مي ولا كهرباء، وإجوا عنا الحمد لله كل شيء موجود وتغلى الأسعار شوي. إخواننا تشعر حالك متفضل يعني؟ والله نحن مقصرون، والله نحن مقصرون. طب كيف مقصرون؟ انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المهاجرون دفعة إلى المدينة، ماذا فعل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إجا قال يلا هذول راح يقاسمونكم أرزاقكم؟ لا، بادر الأنصار بأنفسهم، هذا بيتي لك نصفه، هاي تجارتي لك نصفها. ووصل الأمر أن أحدهم يقول للمهاجر عندي زوجتان فاختر إحداهن أطلقها لأجلك. عندي 2 نسوان خذ واحدة أنت بطلقها وتزوجها. إيش أكثر من ذلك؟
طيب يا أخي هذول كان عندهم زيادة بجوز؟ لا، ما كانش عندهم زيادة. ربنا شو قال؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ولو كانوا أصحاب حاجات كانوا يؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واحد عنده عمارة لو أعطاله شقة ببلاش لهالمساكين إيش صار في الدنيا؟ إيش صار في الدنيا؟ اتساهل إيجار، يأخذ إيجار شهر ويترك إيجار شهر، شو بيصير يعني؟ شاف واحد استاجر شقة ما عنده حرامات ولا عنده تدفئة وساهم معه، إيش المشكلة؟ سواء كان من المهاجرين أو من أبناء البلد الفقراء، كله مسلمين وكله خير وكله أجر وثواب للإنسان. المهم أن تبادر، أن تقوم بدورك. لو كل واحد فينا قام بدوره أيها الإخوة لكنا نعيش بخير. أول شيء بتأمن كرامة لهذا الإنسان. تعرفوا شو أول شيء يفقد الإنسان عندما يغادر وطنه؟ كرامته. ليش لازم تحافظ على بلدك؟ لأنه بتحافظ على كرامتك أنت. لما أنت تطلع برا وتتهجر أي كرامة لك؟ لا لاقي تسكن ولا لاقي تأكل ولا لاقي تشرب ولا لاقي توظف ولا لاقي تأمن حالك ولا أولادك ولا بناتك، أي كرامة لك؟ فهذا الحفاظ على الوطن حفاظ على كرامة الإنسان. فالذين أخرجوا من ديارهم علينا أن نحافظ وجوبا على كرامتهم، الكرامة الإنسانية التي جعلها الله في قلب كل إنسان، ولقد كرمنا بني آدم. فينبغي أن نتعاون لإيجاد هذه الكرامة الإنسانية. الأمر الثاني الذي تستفيده أنه لا يحسدك ولا ينظر إليك نظر الحاقد والحاسد. أنت متدفي ومكيف وهو ميت برد، لا، زي ما أنا متدفي وهو متدفي، أعطيته دفاي، دفعت له شوية أجار مشان المحروقات، ساعدته بما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكننا كثير، أنا مني دينار منك دينار، هذا 10 دنانير، وكل واحد باستطاعته بنشيل بعضنا. أما أنا ما دخلني وأنا ما دخلني وأنا ما دخلني، وبعدين مين دخلوا؟ وين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لمين هذا الحكي؟ مش إلنا؟ ألا ينبغي علينا أن نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعاون مع الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ هذا حفاظ على أمن البلد. إنسان ابنه بيجيب 90 مش قادر يدرسه، شو بخس عليك لو دفعت لك 4-5 آلاف دينار ودرسته؟ إنسان مش لاقي علاج دفعت له 4-5 آلاف عالجته. ما عندك كثير، وهل كثير من خير البلد، ما أنت مش جابه من الهوى، من خير البلد. لو ساهمت أجر وثواب إلك، هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنفاق في سبيل الله جهاد. إنفاق ما هو سهل يا إخوان، أن نساهم جميعا في كل ثغرة نشوفها، مش نستنى والله الحكومة بدها تعمل ولا بدهاش تعمل، لا، نبادر نحن لأننا نحب أوطاننا، لأننا نحب بلدنا. لما أشوف أنا الوسخ ما بستنى عامل الوطن يجي شيء، بشيله أنا بإيدي. ليش؟ لأني بحب بلدي، منتمي لبلدي، حريص على أمن بلدي ونظافة بلدي. هكذا يكون حب الأوطان. وإلا فالدعوة سهلة، كل واحد بيقول أنا بحب وطني، أنا بحب، مش بالأغاني، مش بالأغاني، هو بالفعل، بالتكاتف، بالتلاحم، بالاتحاد، بالمحبة، أن يحب بعضنا بعضا كما أراد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.